سلام، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبأتم الصحة وعواشركم مبروكة. اليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم الطريقة ديال التحضير اسهل واسرع وارخص، غريبة بهلا، اقتصادية، بدون لوز ولا كاوكاو ولا زنجلان، وغير ب 125 غرام ديال الزبدة، غير بمكونات بسيطة كتجي مفكعة مشقة وهشيشة ولذيذة. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوناش من لايك وبارطاج لي الفيديو باش تعمل فائده. وكيف العاده نبداو بالصلاه على نبينا عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله على بركه الله. نتعرفوا على المقادير والطريقه ديال التحضير. غنحتاج 125 غرام ديال الزبده مارغرين، زبده التوريق، وعندي واحد الكوب ديال العنبه ونص ديال زيت المائده، وعندي كاس الا ربع سكر سنيده، وعندي نصف كوب ديال الكوك او 50 غرام. واختاروا دائما الكوك يكون جديد وتقيسوه بصباعكم وكتلقاوه ميدم، كيكون نوعيه جيده كيجي زوين في الحلوى. وعندي قشره حامضه وجوج ديال الخمائر ديال الحلوى 7 غرام في الواحده، وممكن تستعملوا حتى ديال 8 غرام. وهنايا عندي الدقيق 4 ديال الاكواب هنايا في هذه السوبيره، وعندي واحد الكوب اخر ديال العنبه 500 غرام، والاكواب ممسوحين ديال الدقيق ابيض خاص بالحلويات. صافي، وكنبدا عندي الزبده واخده درجه حراره المطبخ، كنقطعها بموس، وكنزيد قبيصه ديال الملحه، وكنزيد السكر كاس الا ربع. صافي، ونخدم مزيان السكر مع الزبده. صافي، هنايا بعد ما خدمتهم كنزيد كوب ونص ديال الزيت. فالعبر دائما بالكاس ديال العنبه 160 ملي، وكنخدم مزيان الزيت مع الزبده حتى كيوليو عندي على شكل كريمه بهذا الشكل كيف ما موضح في الفيديو. غنزيد قشره حامضه، وكنزيد نص كاس ديال الكوك. صافي، وكنزيد 4 ديال الاكواب ديال الدقيق في مره واحده، ممكن تبقاو تزيدوا غير بالتدريج. وهنايا باقي عندي واحد الكوب ديال الدقيق، وغنزيد ثلثي كوب ديال الدقيق مع جوج ديال الخمارات ديال الحلوى. فاش زدت جوج ديال الخمارات ديال الحلوى مع ثلثي كوب ديال الدقيق ودخلتهم في العجينه ديال الحلوى، ما تصورتش ليا ديك اللقطه. فبالنسبه للعجين خدا مني 5 ديال الاكواب الا ثلث، اي قل 50 غرام. كنعتذر منكم، ما عرفتش كيفاش ما تصورتش. المهم كنوريكم القوام ديال العجين، كيجينا بهذا الشكل، كيتشكل بكل سهوله ورطب. هذا هو القوام ديال العجين، بحال هكذا خاصو يجيكم، وكتجي غريبه رائعه بزاف ومفقعه ومشقه. هنايا جبت سكر كلاصي سبيسيال، غير واحد الكميه قليله اللي كنحتاجو ديال سكر كلاصي. صافي، وكنشكل الحليوه كيف ما قلت لكم الغريبه البهله، يعني ميزاني. المهم الا بغيتو تعبروا ديروا بين 26 غرام حتى ل 28 غرام، كتجي غريبه كبيره وزوينه عاطيه للعين. صافي، كنشكل الكويرات وكنفندهم في سكر كلاصي ونوضعهم في اللاطه ديال الفران، نفرشها بورق الطبخ. هنايا كنخدم عيني ميزاني، الا بغيتو توزنوا ليكم الاختيار. صافي، وكنستمر كنحاول غير بعيني انني نشكلهم يكونوا متقاربين، وكنستمر دائما كنخدم بواحد اليد ديك العجينه ملي كناخذها عاد كنكورها في وسط اليد، وكنضغط عليها غير واحد شويه. صافي، وكنفندها في السكر كلاصي. المهم الفيديو راه شرح نفسه، وغنستمر بنفس الطريقه. وما تنساونيش اخواتي الى عجبكم الفيديو تخليو ليا لايك وبارطاجيو الفيديو باش تعمل فائده. الله يجازيكم بالخير. صافي، نستمر نشكل بنفس الطريقه. وهنا بعد ما قطعت التصوير بغيت نوريكم، بقيت كنشكل وكنحط نيت هكذا في القصعه
حتى نشكل واحد الكميه باش دائما كنشكلهم يكونوا بحال بحال. كنشكل وحده وكنحطها ونشكل عاوتاني الاخرى في يديا وكنشوفهم قد قد وكنحطها حتى نسالي الكميه عاد نفندهم في سكر كلاصي ونحطهم. المهم فانا شكلت غير واحد الكميه ووريتكم وغنكمل بنفس الطريقه. وهنايا بعد ما ساليت هذه هي الكميه اللي خرجت ليا الغريبه البهله 33 حبه. وهنايا اكيد فانا ملي كنت قربت نكمل التشكيل شعلت الفران باش يسخن مزيان، فانا غنطيبهم غير في الفران ديال الغاز. فانا دابا عندي الفران سخون صافي غندخلهم على نار مهيله، غنقص عليهم النار والنار تكون على الوجه ديال الغريبه حتى كتفكع وتاخذ لينا داك اللوين الذهبي. عاد نردها عاوتاني الفوق باش تحمر ليا من التحت صافي وكنخرجها. وهنايا صافي طابت ليا الغريبه كتجي كلها مفقعه. فدائما غير ردوا البال ملي تكونوا كطيبوا باش ما تحرقش ليكم. فانا شي وحدين تحمروا ليا شويه اكثر ولكن ما تحرقوش. والغريبه كتجي مفقعه وخفيفه من داك الشيء الرفيع وهشيشه. فانا زيدت لكم وحده باش تشوفوا ما شاء الله شحال كتجي مفقعه. فكيف ما قلت لكم ما شاء الله كتجي غريبه زوينه بزاف، غير اللي ما بغاتش تصايبها بمكونات بسيطه كتطلع لينا اقتصاديه. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه. نتمنى تعجبكم وتكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وما تنساونيش من تشجيعاتكم اخواتي، خليوا لايك للفيديو وتعليق ولو بنقطه وبارطاجيوه باش تعمل فائده. جزاكم الله خيرا. ها انتم كنزيد نبين لكم كيف جات، واكيد غنقسم معكم وحيده باش تشوفوا شحال كتجي هشيشه ومرمله. واكيد ما ننساوش بالدعاء لوليدات اللي كيدوزوا هاد الايام من الكطريام حتى الباك. الله ينجح جميع الوليدات يا ربي ويسهل ويهون عليهم يا ربي يا كريم. نتمنوا النجاح لجميع الوليدات والله يفرح جميع الاباء والامهات بنجاح وليداتهم. بصراحه الغريبه كتجي ديال التحميره ديال الوجه تحطوها للضيوف ديالكم بكل فخر. ودابا نقسم معكم وحيده. ها انتم كتجي هشيشه دغيا كتفتت وكتجي فيها واحد شويه ديال القرمشه وكتجي قابطه في راسها. نتمنى تجربوها وتعجبكم. وكنوصلوا للنهايه ديال الفيديو. نتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. فتهلاو في ريوسكم الى اللقاء.